أسوأ حاجة عملتها مارفل وديزني من وجهة نظري الشخصية هي طريقة تعاملهم مع الراجل الأسطورة ده جيرمي رينر. كلنا عارفين هوك آي، الراجل ده كان شريك مؤسس في مارفل يا اخوانا. بدأ مارفل من أوله، من بدايته كده. يعني بالنسبة لهم المفروض يكون ممثل كبير ويتعامل معاملة حلوة. بعد اللي حصل له السنة اللي قبل اللي فاتت، وقع عليه جراف كبير جدا سبب له حادثة بشعة، إصابات كانت هتقتله حرفيا. قعد في العناية المركزة فترة طويلة جدا. ابتدى شوية بشوية بعد مرور الشهور انه يتعافى ويسترد صحته. مارفل هنا بقى يا معلم بتجيله وبتقول له ايه رايك يا معلم نعمل الجزء الثاني من مسلسل هوك اي؟ بيقول لهم موافق، يلا بينا. فبيردوا عليه وبيقولوا له بس احنا مش عايزين نديك الفلوس اللي اديناها لك في الموسم الاول، احنا هنديك نص الفلوس. جيرمي رانان سمع الخبر ده ما صدقش نفسه. طب ليه تديني نص الفلوس؟ ده انا المفروض بزود من فلوسي مش بقللها النص. وقلب النص كده في لقاء هم قالوا لي نص الفلوس عشان بعد ما حصلت لي الحادثه بقيت نص بني ادم. يعني الموضوع بالنسبه له كان مهين جدا وقرر يوقف تعامل مع مارفل نهائيا. قول لي رايك انت في الكومنتات وبيس.